اهلا بيك فيديو جديد. انا محمود شجاع، والنهارده جاي اكلمك عن كارت الشاشه وشويه تفاصيل عنه وازاي بيشتغل. كارت الشاشه او الجي بي يو هو عباره عن ترس صغير في مكنه كبيره، بس ترس مهم جدا 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 لان هو بيشيل لود كبير من على الكمبيوتر. تعالوا نعرف القصه بدات ازاي من الاول. زمان السي بي يو في الكمبيوتر كان هو حرفيا مسؤول عن كل حاجه. كان هو مسؤول عن العمليات الحسابيه، عن الجرافيكس، مسؤول عن الكالرز، ازاي مثلا ان انت تعمل تكستشرز للحاجات. يعني اي حاجه تتخيلها في الكمبيوتر كان حرفيا السي بي يو هو اللي بيعملها. وده لسبب بسيط، لان البرامج والالعاب والحاجات دي ايام زمان ما كانتش بتعمل حاجه تذكر، او ما كانش فيه مثلا صوره يعني محتاجه مثلا كمبيوتنج جامد ان انت مثلا تعمل حاجه اللي هي خرافيه بقى، ومحتاجه كمبيوتنج باور ومش عارف ايه عشان تعرف ان انت ترندرها. او مثلا انت شغال على فيديو جرافيك محتاج بتاع كارت شاشه عاليه، ولا كل الحاجات ايام زمان كانت في اللذيذ وفي الخفيف. انت يا دوب تخش مثلا تلعب لك دور الكوتشينه، او مثلا لو انت تفتكر ايام زمان كان عندك طبعا الشاشه القديمه اللي هي ام ظهر دي. فلو تفتكر الحاجات دي، المقصد بس ان ايام زمان كان الجرافيك على قد شويه. فللسبب ده السي بي يو كان قادر ان هو يقوم بكل المهمات دي لوحده. بس مع مرور الوقت كل حاجه بدات تتطور، واللود اللي على السي بي يو بدل ما كان خفيف بدأ ان هو يزيد واحده واحده. كان لازم نعمل حاجه تشيل شويه من على السي بي يو وتكون مسؤوله عن بس العرض على الشاشه، وهو الجي بي يو. وده اختصار لجرافيك بروسيسنج يونت، وده بيبقى مفصول تماما عن المذر بورد. وزي ما انت عارف او اكيد احتكيت بالموقف ده قبل كده، ان انت تقدر تغيره وتقدر ان انت تعمل له ابجريد وقت ما انت عايز لو انت مثلا عندك تجميع. تعالوا بقى نعرف ايه هي المكونات بتاع الجي بي يو او كارت الشاشه. اول حاجه بيبقى عباره عن هيكل او واجهه توصيل بتوصل المكونات ببعضها، تربط الشاشه مع المذر بورد، وبتسمح ان يكون في داتا رايحه جايه مع السي بي يو. بجانب القطعه دي كارت الشاشه بيكون ليه سعه تخزين خاصه بيه، او في رام، ده الاسم بتاعه. وده بيخزن فيه الداتا الخاصه بالجي بي يو زي التكستشرز او الجيومتري او مثلا الفريم بفر. هنعرف الحاجات دي بالتفصيل قدام شويه. ومن الطبيعي ان المساحه دي لو زادت الجي بي يو هيبقى اكتر كفاءه، لان هو ساعتها بيتعامل مع حجم داتا اكبر. والجي بي يو برضو بيتكون من منافذ اخراج ووحدات تبريد. الاخراج طبعا عشان توصل الجي بي يو بالمكونات اللي بره عادي خالص، ووحدات التبريد عشان تبرد الجي بي يو، لان الجي بي يو بيسخن على طول. وما ينفعش ان الجي بي يو عموما يعني يسخن او يوصل لدرجه حراره معينه وتسيبه عادي. وكمان اصلا في الاجهزه الحديثه او اللابات الحديثه دايما بيبقى ليه ليميت كده، اول لما درجه الحراره او الجي بي يو ده يوصل لدرجه الحراره دي، حتى يعني لما بيكون في نظام تبريد الجي بي يو ده بيفصل، او ممكن اللاب بي اصلا يقفل عليك. بعد ما عرفنا ايه هي مكونات الجي بي يو، تعالوا بقى نعرف ازاي المكونات دي بتشتغل مع بعض. لما انت تشغل لعبه او تعمل حاجه محتاجه جرافيك، فالسي بي يو بيبعت الداتا اللي انت بتشتغل عليها دي للجي بي يو عن طريق واجهه التشغيل اللي احنا قلناها في اول مكونات الجي بي يو، ودي بيبقى اسمها بي سي اي اي. الداتا دي بتبقى عباره عن كذا حاجه، مثلا عندك 3 دي موديلز، التكستشرز، الكالرز، مثلا اللايتنج. الحاجات دي مش مهم انت تعرفها، بس انا بقولها لك عشان يعني محتاجينها في الخطوات الجايه. بعد ما الجي بي يو استقبل الداتا دي خلاص، بيبدا ان هو يدخلها في مراحل المعالجه. اول حاجه من مراحل المعالجه وهي الجيومتري او الهندسه. وفي المرحله دي الجي بي يو بيعالج كل نقطه موجوده في 3 دي موديل عشان يحولها ل 2 دي عشان يقدر يتعامل معاها. المرحله اللي بعدها وهي التسيليشن، انا بصراحه مش عارف انا نطقتها صح ولا لا، بس باختصار كده هو بيقسم الداتا اللي عنده دي لمثلثات صغيرة عشان يقدر يتعامل معاها بجودة أحسن. بعدها بيدخلها في مرحلة معالجة عشان يحسن من جودة الصورة أكتر، والمرحلة دي اسمها جيومتري شادو. بعد ما بيخلص المراحل دي كلها بيخش على مرحلة اسمها الشادو أو التظليل. وفي المرحلة دي بيحدد لون كل بيكسل بناء على التكستشر واللايتنج بتاع البيكسل ده الاجزاء اللي انا قلت لك هنحتاجهم بعدين. بعد بقى ما بيخلص كل المراحل دي بيدخلهم في مرحله اسمها مرحله ما بعد المعالجه. بيعمل هنا حاجه اسمها كومبيوت شادو عشان يضيف تاثيرات اضافيه زي البلور مثلا عشان يحسن الجودة بتاع الصورة. بيعمل حاجات زي الكونتراست عشان يعزز من الألوان اللي بتطلع على الشاشة. وبيعمل حاجة اسمها ري تريسنج عشان يحاكي الإضاءة الواقعية مثلا في اللعبة أو في الجرافيك اللي أنت بتعمله. بعد المرحلة دي بيعمل حاجة اسمها أنتي ألايزنج عشان يحسن من جودة الصورة عن طريق إن هو بيشيل الحواف الزايدة أو الحواف مثلا اللي بتلاقيها لو أنت مثلا فتحت صورة قبل كده على فوتوشوب،
بتلاقي مثلا ساعات في حواف كده بتبقى خارجة عن الصورة، فالمعالج ده بيظبطها. وطبعا كل الحاجات دي متخزنة في الفيرام اللي هي وحدة التخزين الخاصة بالجي بي يو. بعد ما يخلص كل المعالجات دي والداتا تمر بالمراحل دي كلها وتتخزن، الجي بي يو بيبدأ يبعتها فريم فريم على الشاشة. فغالبا الجي بي يو بيخرج 60 فريم بير سكند، ودي بتختلف من جي بي يو للتاني، كل واحد على حسب القدرة بتاعته. ممكن حد بقى بعد ما عرف ازاي بيشتغل وايه المكونات بتاعته، وهو مثلا عارف شوية عن السي بي يو، يقول لك طب ما ده اصلا نفس اللي كان السي بي يو بيعمله، ايه الاختلاف او ايه اللي حصل يعني؟ طب ما هو يعني ايه الجديد؟ اقول لك ان ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته. اكيد هم ما عملوش الحاجات دي مثلا من فراغ، هم كانوا محتاجينها فعلا. ووضح لك الفرق دلوقتي. الحقيقه ان السي بي يو كويس وكل حاجه، بس هو بيشتغل بعدد انويه اقل. عدد الانويه الاقل دي بتبقى انويه فعلا، يعني النواه الواحده بتاع السي بي يو بتبقى اقوى من الجي بي يو وبتبقى اكبر. بس الطريقه اللي السي بي يو بيشتغل بيها ذات نفسها بتبقى عباره عن طريقه متسلسله. يعني عندك مثلا بروبلم جايه على السي بي يو، في السي بي يو يعني هيحلها ازاي؟ هو مثلا هياخد المشكله دي هيحلها. طب مثلا في مشاكل تانية، لا هو لازم يخلصهم واحده واحده، يعني شغل متتالي كده. فبالتالي ده خلى السي بي يو ان هو يعمل حاجات مش معقده قوي، بيعمل حاجات بسيطه. وده على عكس الجي بي يو، ان الجي بي يو بيحتوي على عدد انويه اكتر من السي بي يو. الانويه بتاع السي بي يو ما بتبقاش بنفس الكفاءه اللي هي موجوده في الجي بي يو، بس طريقه شغل الجي بي يو هي اللي ميزته في الجزئيه دي. زي ما قلت لك، يعني لسه قايل لك السي بي يو بيشتغل واحده واحده، بس الجي بي يو بيشتغل يعني لزق كده. بيشتغل كل بروبلم مثلا بيشغلها بالتوازي. انا مثلا عندي 100 مشكله، انا مش هاخدهم مشكله مشكله كده واقوم حللهم، لا، انا عندي عدد انويه كتير، فبالتالي هقدر ان انا اوزع الانويه دي على ال 100 مشكله اللي عندي واحلهم مره واحده. فده كان الفرق فعلا الجوهري، وده اللي خلى الجي بي يو يتميز ويعالج حاجات اكتر كفاءه من السي بي يو. بعد ما عرفت المكونات وازاي بيشتغل وايه الفرق، تعالى بقى اعرفك ايه فعلا الحاجات اللي بتأثر على القوة بتاع الجي بي يو، او تخليك مثلا تقول لا ده انا هشتري الجي بي يو ده. اول حاجة طبعا وهي عدد الكورز او عدد الانوية اللي انا عمال اقولهم من اول فيديو. ودي عبارة عن وحدات معالجة صغيرة بس موجودة بكميات كبيرة زي ما قلت لك، وبتبقى مسؤولة عن العمليات الحسابية. واسامي الانوية او الكورز دي بتختلف من شركة للتانية، يعني على حسب الشركة المنتجة للجي بي يو ده بيبدأوا ان هم يسموا الكور ذات نفسه، بس هم الاتنين في الاخر بيأدوا نفس الوظيفة. وطبعا من البديهي لما اقول لك ان عدد الانوية دي كل ما زاد في الجي بي يو كل ما بقى اكتر كفاءة، لان هو ساعتها يقدر ان هو يتعامل مع عدد من الداتا اكتر، فده بيغلي سعره وبيخليه اكتر كفاءة. تاني حاجة بتحدد القوة بتاع الجي بي يو وهي الكلوك سبيد، وده السرعة اللي الأنوية بتشتغل بيها، وبتتقاس في الحالة دي بالجيجا هرتز. وبالطبيعي لو السرعة زادت فالكفاءة بتزيد والفلوس برضه بتكتر. تالت حاجة مسؤولة عن القوة بتاع الجي بي يو وهي الفي رام او حجم الفي رام ذات نفسه. كل ما الحجم بتاع الذاكرة بتاع الجي بي يو كان اكبر كل ما بقى احسن واداك كفاءة احسن. وطبعا نوع الذاكرة ده بيفرق على حسب النوع، لان في كذا نوع. عندك مثلا في ذاكرة بتبقى سريعة، بس في سريعة مع تردد اكبر، انها يعني بتبدأ تسمح انها في داتا اكتر انها تعدي، بس ده بيبقى على حساب حاجات تانية، مثلا انها تزود الحرارة او تزود برضه تزود التكلفة بتاع الجي بي يو ذات نفسه. فكل جي بي يو بيبقى ليه استعماله وبيبقى ليه المواصفات بتاعته. ومن الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على الجي بي يو هو الباندويتس، او ده بالبلدي كده حجم الداتا اللي بتعدي. يعني انت مثلا لو عندك ماسورة، فحجم الماسورة دي بيفرق في حجم الداتا اللي هتعدي. لو مثلا عندك الماسورة كبيرة، فالحاجة مثلا اللي تعرف تعديها فيها هتبقى أكبر، وهكذا. في الحالة بتاعتنا طبعا اللي هي الجي بي يو، فدي تبقى عبارة عن حجم الداتا اللي بتتنقل بين الجي بي يو والفيرام، ودي بتتقاس بالجيجا في الثانية. في حاجات تانية بتأثر على القوة بتاع الجي بي يو زي مثلا نظام التبريد أو مثلا نظام استهلاك الطاقة والفيرجن بتاع البي سي اي اي ذات نفسه. كل دول عوامل بتحدد القوة بتاع الجي بي يو. وكل ما الحاجات دي كانت يعني متطورة بشكل أكبر وبتقدر إنها مثلا تدي أنوية أكتر وبتريح مثلا يعني نظام التبريد ده لو كان أحسن، فبالتالي مش هيخلي الجي بي يو ذات نفسه يسخن بسرعة، فبيقدر إن هو يشتغل براحته.
وكل ده بيدي كفاءة أحسن، بس في المقابل بتدفع سعر أغلى. ده كان كل حاجة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش تقولي في الكومنتس لو انت محتاج تفصيل عن جزء معين في الكمبيوتر.